السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناتنا افتكاسات البيت المصري. النهارده زي ما انتم شايفين اللي حصل اتكب مننا الطبق. طبعا كان فيه خضار وصلصه والسجاده زي ما انتم شايفين. للاسف الطبق اتكب بالكامل على السجاده. فانا الحمد لله قدرت اشيل الفاصوليا من السجاده. وطبعا المنقذ بتاعي اللي هي اوركا. قلت مفيش غيرها بقى فرصة استخدمها كده واوريكم الدنيا ماشية ازاي. تمام. انا هنا هحط شامبو سجاد بس كده. اي شامبو سجاد انا بستخدمها بتاع مايوي، يعني مش بستخدمها ماركة فظيعة. وهستخدم بقى ايه الفراكة دي. طبعا هحاول، يعني الصوت عالي جدا بيبقى لما بشغلها، فهوريكم اهو الوضع هيبقى عامل ازاي. طبعا هنجيب شوية مية. اظن واضح الفرق ان السجادة نضفت عن الاول بكتير جدا. هجيب شوية مية. طبعا زي ما انتم شايفين مفيش اي اثر للبقع، السجادة بقت زي الفل. طبعا الطبيخ بيعمل ريحة وحشة كده وسخيفة. انا بقى بعمل ايه؟ دي مية فيها شوية دوني خفاف، فانا هعملها كده بس غطيين زي ما انتم شايفين. اهي اللي بتشفط المية. هنشوف بقى هتعمل ايه. بصوا لون المية. اظن واضح جدا ان هي شفطت المية كلها وبقت ناشفة وجميلة. يعني بصوا ايدي يا دوب لمعة خفيفة. طبعا انا لو شفطت زيادة او لو شغلت عليها البلاور هتبقى احسن من كده. يعني ممكن نشغلها زيادة وتشوفوا ان هي هتنشف خالص. بصوا اقل بكتير. ادي منديل اهو. مفيش ميه يعتبر. تمام. طبعا احنا في الاول قلنا ان السجاده نظيفه، بس هي كانت من جواها شاربه. يعني هي من جواها شاربه صلصه. طبعا اللي هتقولوا لي طب الفراكه عملت ايه؟
الفراكه نضفت الشعر اللي بره، نضفت الشعر اللي بره. وبصوا فرفرته ازاي، يعني بصوا هناك مكلكع ازاي، وهنا السجاد الشعر السجاد مفرفر ازاي. بس ممكن طبعا انا اعمل مرة تانية برضو بس بالمية، بس المرة دي بحيث زيادة نظافة، وبحيث برضو ان يعني ما يبقاش فيه اي اثر لاي شامبو. في ناس بتكتفي بكده عادي، يعني هي السجادة بالنسبة لي زي الفل. في ناس بتكتفي بكده، بس انا بالنسبة لي بصراحة هعمل مرة كمان كده بس بالمية زيادة نظافة. هديها فركة سريعة وبعدين اشفط المية. طبعا ما شاء الله احنا شايفين السجاده من بره نظيفه زي الفل، بس واضح ان السجاده شايله ومعبيه جامد. يعني بس على مين؟ على اوركا؟ لا مش على اوركا، ما ينفعش الكلام ده. اوركا جابت من جوه ومن بره ومن كل حاجه زي الفل. بصوا لو اجيب المنديل، بصوا مفيش ميه، مفيش ميه يعتبر. بصوا مفيش ميه، السجاده بقت زي الفل وناشفه وفي ثواني، في ثواني بصراحه. انا مش عايزه اوريكم اللي طلع عشان بجد انتوا لو شفتوا المنظر هتقولوا عليا معفنه. بصوا المنظر، بصوا ده كل ده احنا ما خدناش اهو، انا معاكم خطوه بخطوه. خدنا كام؟ ربع ساعه بالظبط طلعنا المنظر ده. ده انا كده ممكن كمان اعمل تاني زياده تاكيد، بس طبعا انا مش هشارك ده معاكم، كفايه قوي كده عشان الفيديو ما يطولش. ناس كتير قالت لي ورينا تجربه السجاد، هل هي بتنضف بجد ولا اي كلام؟ اديكم انتوا شفتوا بنفسكم اهو على ارض الواقع وعلى الطبيعه، واظن مفيش بقعه اصعب من كده يعني. تمام. بصوا الفرق اصلا بين فتله السجاد هنا وفتله السجاد مكلكعه هناك ازاي. لا فرق كبير، فرق كبير جدا. ده كده ولسه كمان ممكن الواحد ينضفها وتطلع انضف من كده. بس انا حبيت اعمل بس بسرعه لان الساعه 1 بالليل، فما كانش ينفع ان انا اطول عن كده. فممكن كمان اعيد عليها بكره الصبح بحيث ابقى براحتي بقى، يبقى معايا وقت. لكن انا بصراحه حتى لو هي اتسابت كده انا راضيه عن النتيجه. انا لو كنت من غيرها مش عارفه كنت هعمل ايه. بس فانا حبيت كده انقل لكم التجربه لايف. وبصراحه الله ينور على اوركا، 100 100 سجاده زي الفل. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، واكتبوا لي رايكم ايه في الكومنتات. سلام.